محمد الشناوي انقذ اهداف جباره. محمد الشناوي اللي بيتعرض لسخريه وتقليل من مسيرته، النهارده عنده شخصيه جباره ان هو يرمي كل ده ورا ظهره وينزل ويقدم مباراه كبيره جدا. اعظم شخصيه حارس مرمى واعظم شخصيه لاعب انا شفتها. محمد الشناوي كده راجع مسيرته كلها هتلاقيه بيتعرض لهجوم محدش يستحمله، بيرجع اقوى من الاول. فانا بصراحه شايف ان محمد الشناوي يستحق ان هو يكمل البطوله على الماتش ده بمستوى قوي وينهي مسيرته وهو خارج من الباب الكبير وبمستوى كبير، لان بصراحه مسيره محمد الشناوي حارس من افضل حارس في تاريخ مصر بعد عصام الحضري. بصراحه يعني من الظلم ان هو كان ينهي مسيرته وكل الناس بتتريق عليه، كل الناس بتقلل منه، وكل الناس بتقول له يا عم بطل بقى وقرفنا وما تقرفناش وريحنا. فانا بصراحه شايف ان محمد الشناوي يستحق المستوى ده لنهايه البطوله، وان شاء الله نحصل على البطوله ومحمد الشناوي في المستوى ده وينهي مسيرته وهو في القمه، عشان بصراحه هو المسيره بتاعته كلها تستحق ان هو فعلا يوصل للمكانه دي. والف مليون مبروك لمنتخب مصر. وتابعوا بقى فيديوهات تانية كتير جدا شورتس ان شاء الله هنزلها على القناه وهنا على الفيسبوك. محاولة تسديد البعيد ويمسك على طول الركنية مكوينة الرأسية خطر، ولكن للإجادة عنوان وبطل المباراة محمد الشناوي يقول أنا موجود. مرة تانية محاولة تسديدة مرت بأمان وسلام، مرت